انتشار المصفحات في جمعية المقاومة الشعبية. لوهلة قد يبدو أن النظام السوري قد فرض صمت القبور بسطوته عليها. حماه وبعد 11 شهرا من محاولات النظام اليائسة لإخضاعها كان آخرها قصف أحياء الحميدية والأربعين، ها هي تجدد عهدها في جمعة المقاومة الشعبية. نحو 90 نقطة تظاهر خرجت في كافة أنحاء المحافظة، ورغم دوي الانفجارات والاشتباكات التي شهدتها المدينة عند دوار النسر والحرش، إلا أن أهالي مدينة حماة خرجوا في مناطق الحاضر والمناخ والحميدية والعليلات والقصور والأربعين وغيرها، وعلت أصوات حناجرهم رغم الانتشار الأمني الكثيف، ونادت بحق المقاومة الشعبية وطالبت بإعدام الرئيس. رغم انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت لأكثر من أسبوعين، إلا أن صور المظاهرات توالت عبر أجهزة الاتصال الفضائي لتكشف عن حجم حراك شعبي منقطع النظير، وخصوصا في الريف الحموي الذي يرتفع زخم مظاهراته كلما تصاعدت حدة عنف النظام. لحمص الجريحة هتفوا وغنوا لحرية منشودة. أهالي طيبة الإمام طالما أتحفوا السوريين بمظاهراتهم المنظمة، حالهم كحال أهالي خطاب وصوران ومورك والسلمية وشيزر وكافة قرى وبلدات الريف الحموي. أما أهالي كفر مبودة والتي لم تجف بعد دماء شهدائهم الذين سقطوا في إحدى المجازر البشعة التي ارتكبها النظام مؤخرا، خرجوا هم أيضا مؤكدين أن السيل قد بلغ الزبا، وأن حق المقاومة الشعبية هو حق مشروع للدفاع عن النفس في سبيل نيل الحرية والكرامة.